ازاي تصور فيديوهات الايرول اللي هي زي كده، اللي هي الفيديوهات العاديه، على عكس البيرول اللي انا عملت عليها فيديو هسيبه لك في الاي اللي فوق او في اول كومنت، ولازم تروح تتفرج عليه اللي هو تكمله الفيديو ده. فلازم تروح تتفرج عليه واعمل لايك على الفيديو ده. ومن غير ما تقطع كتير يلا بينا يابا. بص انا مش هحبكها عليك واقول لك على حاجات بقى وكي لايت وفي اللايت والكلام ده كله، لا انا بسطها لك. ده كده الفيديو من غير اي اضاءه، ايه رايك؟ بس اللي شغاله الاضاءه اللي في الخلفيه، الباك جراوند لايت هي اللي شغاله. فانا مشغلها عشان تشوفني، اصلا انت لولا كده مش هتشوفني. ايه رايك؟ الخلاصه انا ليه كلمتك على الاضاءه في الاول؟ لان الاضاءه اساس الايرول. انت من غير الاضاءه في الايرول مفيش ايرول اصلا. اهم حاجه ان انت يكون عندك اضاءه اساسيه اللي هي بتنور وشك. الاضاءه دي بالنسبه لي اللي انا بستخدمها رينج لايت. رينج لايت هو اللي بستخدمه، هو اللي منور وشي. ويكون عندك اضاءه ترسم جسمك كده على الخلفيه عشان يعمل عزل فيدي عمق للخلفيه. فالاضاءه دي برضه رينج لايت بس على اللون الاصفر بقى. وبالنسبه للاضاءه اللي في الخلفيه دي انا كنت شاريها من عند التميمي شوب، فهسيب لك لينك البيج بتاعته تحت في الديسكربشن، وده مش اعلان خالص. كان سعرهم تقريبا 300 جنيه، فرخيصه جدا وبتديك شكل خرافي في الفيديو، بتحسس المشاهد ان الفيديو بتاعك فيديو احترافي. وانت برضه حاول يكون الافضل، يعني بدل الاضاءه الاساسيه تكون رينج لايت تكون سوفت بوكس. الاضاءه تكون سوفت بدل ما تكون هارش زي كده. بس السوفت بوكس غالي شويه عن الرينج لايت، فالرينج لايت حل اوفر. وممكن انت تصنع السوفت بوكس عندك في البيت لو هتعرف تعمله. ففي فيديوهات كتير على يوتيوب بتوريك ازاي تعمله في البيت. فبعد ما ظبطت الاضاءه بتاعتك ابدا صور. خلاصه تصوير الايرول كله في الاضاءه. لو ظبطت الاضاءه وظبطت الاضاءه وشك منور والخلفيه اضاءتها كويسه، انت كده ظبطت الايرول. فبس كده، الايرول يعني مش معقد زي البيرول. ولو ما شفتش الفيديو بتاع البيرول هسيب لك اللينك بتاعه تحت في اول كومنت. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه لو انت ما كنتش عامل سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده اول باول. وبس كده، سلام.